أهلا بكم يا أصدقائي مع سلسلتنا الأدوار القصيرة الخالدة، وسنراها من بين أبطال العالم. ضيفنا في هذا الفيديو هو الأسطورة الشطرنجية بوبي فيشر، بطل العالم 11 في دوره الذي حصل به على جائزة الجمال الأولى أمام جراند ماستر روبرت بيرني، وهو غير دونالد بيرني الذي لعب أمامه فيشر الدور المسمى بدور القرن 20. وقد وضعت الدورين و15 آخرين في سلسلة فيشر أسطورة الشطرنج التي علق عليها فيشر في كتابه الشهير أدوار الستين التي لا تنسى. وقد وضعت رابط السلسلة بالديسكريبشن بأسفل. وقد لعب فيشر هذا الدور في بطولة أمريكا سنة 63 عندما كان في أوج قوته ولم يتعدى 20 من عمره، ولكنه حصل على العلامة الكاملة في هذه البطولة. ولمجرد التسجيل ففيشر فاز ببطولة أمريكا 8 مرات، وهو رقم قياسي، أولهم سنة 57 وكان عمره 14 سنة، وأشهرهم هي بطولة 63 التي حصل فيها على العلامة الكاملة، وأتم 8 فوز سنة 66 ولم يشترك بعدها. والدور الذي سنراه اختير كثاني أفضل دور في حقبة الستينيات من القرن 20. ولنترقب هذا الموقف، فما هي نقلة فيشر التي أصبح بعدها هذا الدور علامة من علامات الشطرنج؟ الدور ده هقدمه بتعليق فيشر بيرني بالأبيض وبدأ دي 4، ورد فيشر نايت اف 6، سي 4، جي 6، دفاع هندي الملك، جي 3، سي 6، طالب الدي 5، بيشوب جي 2، دي 5. الاسود بيهاجم الوسط، وفيشر بيقول ان لكي يحافظ الابيض على التوتر في الوسط يلعب كوين ب 3، لكن الابيض خفف التوتر واخد على الدي 5. وبعد الاخذ نايت سي 3، بيشوب جي 7. ومن المفترض ان الابيض لكي يناضل من اجل التفوق يلعب نقلة زي النايت اف 3 او ربما الاي 4، ولكنه اظهر اول علامات الضعف والخوف من فيشر باي 3. وفيشر كمل بكاسل نايت اي 2، نايت سي 6، كاسل بي 6. فيشر بيقول ان افضل نقلة الابيض هي اللعب الايجابي بنقلة زي النايت اف 4 والضغط بثلاث قطع على بيدق الدي 5، ولكنه لعب نقلة اخرى سلبية بي 3، طالب يعبق الفيل عن طريق الفيونكة، ولكن ده اعطى الفرصة لبيشوب اي 6 بيربط الحصان على الرخ وبيمنعه من الوصول للاف 4. والابيض كذلك كمل بيشوب اي 3 بيربط بدأ الاي على الرخ وبيمنعه من التقدم، لكن فيشر استمر في اللعب الايجابي بروك اي 8 بيرفع الربط عن البيدق ومستعد للعب اي 5 كوين دي 2 بيستكمل التعبئة وبيربط بين الرخين. وهنا فيشر قال ان النقلة المعروفة اي 6 رغم انها افضل نقلة في هذا الموقف الا انها بتؤدي للتعادل، وبما اني بلعب للفوز فلعبت النقلة الجريئة اي 5. ورغم ان النقلة دي بتضعف المربع دي 5 الا اني اعتمدت على اللعب بالقطع الصغيرة لمداواة هذا الاضعاف. وبالفعل بعد الاخذ على الاي 5 بيدق الدي 5 اصبح مطلوب بثلاث قطع، والاسود اخذ بالحصان. ودلوقتي الابيض لا يستطيع الفوز بالبيدق، لانه لو اخذ بالحصان هيتم التكسير، وبعد الاخذ الوزير هيصبح مثقل بالاعباء فهو بيحمي الفيل وايضا الحصان، والاسود هياخد الحصان ويفوز بقطعة.
ولذلك لابد من تكثيف الضغط على البيدق بوضع أحد الأرخاخ على الدي 1، ولكن الجدل ثار بين رخ الملك أو رخ الوزير، والحقيقة وبعد التحليلات وجد أن الأفضل وضع رخ الوزير، لكن فيشر بيقول أن يبدو أن بيرني متعجل رفع الربط عن الحصان، ولذلك ذهب برخ الملك، وبيعلق فيشر أن ده الرخ الخطأ ولابد أن أعاقبه. وبالفعل بدأت من هنا بعض النقلات المجنونة الغير معقولة والغير مفهومة، لكنها أدخلت في النهاية الدور التاريخ. فما هي نقلة فيشر الأولى؟ نايت دي 3. بكده الحصان بيغزو معسكر الأبيض وبيقلل من حرية القطع، بل وبيهدد بالنايت اي 4 طالب الوزير. وفيشر بيقول ان افضل نقلة هي النايت دي 4، ورغم ذلك الاسود بيصل للتفوق بعد النايت اي 4 طالب الوزير، ولابد من الاخذ. وهنا بياخد الحصان، وحصان الدي 3 اصبح محصن على هذا الموقع المتقدم، محمي جيدا بالبيدة والفيل، وبيحد من حركة القطع البيضاء، والاسود افضل. ومع ذلك فهذا افضل موقف ممكن يصل له الابيض. لكن على اي حال الابيض ما لعبش النايت دي 4، انما اتحرك بالوزير، وده الموقف المرسوم في مقدمة الفيديو. وجاء ميعاد دخول الدور التاريخ، فيا ترى ايه هي نقلة فيشر الاولى المجنونة؟ فيشر ضحى بالحصان. اللي كانوا بيتابعوا الدور لم يفهموا في فائدة هذه التضحية، بل ان معظمهم قال ان بيرني هيفوز واخد الحصان واصبح متفوق بقطعة. لكن جاءت النقلة التانية اللي بددت بعض السحب عن التضحية الأولى، نايت جي 4 تشيك. قبل ما نناقش هذه الكش عاوزين نوضح إن حركة الحصان فتحت الوتر أمام الفيل، وأصبح الحصان الأبيض مربوط على الرخ. ولكن الأهم إن الحصان بيهدد الملك، وأيضا مع الرخ بيهدد بيدة الإي 3 وأيضا بيدة الاتش 2، ولذلك الملك تراجع للجي 1، والاسود اخذ البيدق بشوكة للوزير والرخ، وايضا بيصوب على الفيل، والقطعة اصبحت امام بدائين. ورغم قوة هذه النقلة الا انها ايضا بتفتح الوتر الاسود على الملك امام الفيل الاسود. الابيض بالطبع حرك الوزير للدي 2، ورغم سيطرة الاسود على الموقف إلا أن بيرني بيقول إن حتى الآن لا يفهم لعب فيشر، بل إن معظم المراقبين قالوا إن بيرني هيفوز بسهولة نظرا لتفوقه المادي حتى لو فاز بالفرق. ولكن فيشر خيب آمال الجميع بنقلته القادمة. يا ترى إيه هي؟ فيشر فاجئ الجميع بترك الرخ وأقص الفيل. هنا بيرني تنفس الصعداء، فالرخ ما زال موجود والحصانين هيختفوا من الرقعة، ولذلك مع المراقبين ما زالوا يؤمنوا بأن بيرني هيفوز. لكن فيشر بيقول أن التخلص من فيل المربعات البيضاء هيجعل للأسود السيطرة التامة على هذه المربعات. على أي حال بعد أقص الحصان جاءت النقلة الثالثة اللي ربما أوضحت الكثير من الغموض. يا ترى إيه هي؟ فيشر أضاف إلى قائمة تضحياته بيدة الجي. بيرني بيقول إن هذه التضحية أظهرت الكثير، فقد تم فتح الوتر الأبيض على الملك، بينما الفيل الأسود بيسيطر تماما على الوتر الأسود. وبدأت زي ما بنقول بالمصري الفار يلعب في عبي، فلابد ان فيشر محضر لي مفاجآت اخرى. على اي حال الحصان مطلوب،
ولو اتحرك هيلعب ببساطة الدي 3، طالب الحصان وطالب الرخ وطالب الكش سواء بالفيل أو بالوزير، وأيضا طالب ياخد الحصان بالرخ بكش مزدوجة للملك والوزير، والأبيض لن ينجو بالتأكيد، ولذلك مجبر على قبول التضحية. وفيشر كمل ببيشوب بي 7 تشيك، وبيقول إن الملك أصبح تحت رحمة الفيل. الأبيض في حيرة، فإذا غطى بالحصان هياخد الوزير بتشيك، وبعد الأخذ هياخد الحصان، ولابد أن يفوز بفرق ويخرج فائزا بفرق وبيدة ويفوز بسهولة. وإذا حرك الملك للجي 1 هياخد الحصان بتشيك ولابد من الأخذ، لكن هنا هتجي مفاجأة غير سارة، الروك اي 1 تشيك. بالطبع الرخ لا يستطيع الأخذ وإلا هيترك الوزير بتشيك بدون حماية، ولذلك لابد أن يحرك الملك، وهنا هياخد الوزير بتشيك ولابد من الأخذ، لكن بكده بيترك رخه بدون حماية والأسود بياخده ويفوز بفرق بيدق ولا جدوى من المقاومة، ولذلك تراجع بالملك للإف 1 لحماية الإي 1. لكن هنا جاءت فيما أعتقد نقلة الدور اللي جعلت بيرني يسلم. هل تستطيع أن تجدها؟ فيشر لعب كوين دي 7، وهنا بيرني سلم لأن الأسود طالب الكوين اتش 3 تشيك، ولا يستطيع التغطية بالوزير لوجود الفيل، ولابد من تحريك الملك، وكده الوزير أصبح مثقل بالأعباء، فهو بيحمي المربع جي 2 وأيضا بيحمي الحصان اللي بسقوطه بتشيك لا يوجد أي حل، فلو أخذ الفيل هيترك الجي 2 بتشيك ميت، ولذلك في الموقف ده بيرني سلم. لكن فيشر بيقول إن حرمه من إظهار مواهبه بتكوينة أخرى جميلة، فأفضل دفاع للأبيض هو الكوين F2 بيحمي المربع، وبعد كوين H3 تشيك بيذهب للجي 1. لكن هنا فيشر كان محضر مفاجأة، هل تستطيع الوصول إليها؟ الروك اي 1 تشيك. بالطبع لابد من أخذ الرخ، لو أخذه بالوزير هيترك المربع جي 2 والمات، ولذلك لابد أن يأخذ بالرخ، وهنا هيجي مفتاح الفوز بأخذ الحصان. الفيل بيربط الوزير وبيمنعه من التحرك، وسواء الوزير أخذ الفيل أو حرك أي قطعة أخرى الوزير الأسود هيجي للجي 2 بتشيك ميت، ولا يستطيع الوزير أخذه لأنه مربوط. وانتهى دور من أفضل أدوار فيشر الأسطورة، فاز بجائزة الجمال الأولى، وأيضا بالمركز الثاني في أفضل أدوار الستينيات. وأخيرا لا عجب في أن فيشر بهذا المستوى أنهى البطولة بالعلامة الكاملة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدور، وأعدكم في الفيديو القادم بدور آخر لفيشر لا يقل عنه إثارة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.